بسم الله. دلوقتي هنعمل بطاطس وينجز صوابع كده في الفرن بتتبيله الكزبره والثوم والفلفل الحامي وزيت الزيتون، وهنقدمها مع صوص البافالو. انا معايا هنا دي بطاطس جبتها وغسلتها كويس جدا بفرشه الخضار، وهقطعها كده صوابع سميكه بالشكل ده كده. قطعناها كده صوابع سميكة. هنحط عليها ربع كوباية زيت زيتون، وهنحط كمان ده واحد فلفل حامي مقطعاه ناعم كده، ومعلقة توم صغيرة، وربع حزمة كزبرة مفرومة، كزبرة خضراء مفرومة ربع حزمة. ومعانا هنا رشة ملح حوالي ربع معلقة عشان هنقدمها مع صوص، ومعلقة صغيرة فلفل اسود. هنقلب بقى كده الخليط ده كده مع بعضه. هنجيب بقى صينية وهننزل فيها البطاطس بالشكل ده كده، وهنحاول نفردها بقى كده في الصينية كده. رصينا البطاطس في الصينية، هندخلها الفرن بقى على فرن درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة تتشوي البطاطس. دلوقتي هنعمل بقى صوص البافالو. انا معايا هنا دول معلقة كبيرة صويا صوص او ورشستر صوص. هنا دول معلقتين كبار خل هحطهم هنا كده، ودي كوباية صوص حار هنزلها برضو كده، وهنا معانا في التوابل معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة بصل بودرة، ودي معلقة سكر كبيرة او معلقة عسل او معلقة سكر بني. هننزلهم كده برضو على الخليط ده ونقلب كده. وهنا معانا دول معلقتين زبدة هناخدهم بقى كده في طاسة على النار كده. خلاص الزبدة ساحت، هننزل عليها بقى الصوص اللي احنا خلطناه كده مع بعضه بالشكل ده كده، يغلي كده مع الزبدة. وكده خلاص الصوص بقى جاهز كده. خلاص الصوص غلي لمدة دقيقتين وخلاص كده بقى جاهز للتقديم. كده البطاطس بعد ما خرجت من الفرن بتتبيلة الكزبرة والثوم والفلفل الحامي مع صوص البافالو.